من جديد لكم مشاهدينا كامل الناس اللي التحقوا بنا الآن ويتابعوا فينا في برنامج الشروق مورنينج. نقول لكم جمعة مباركة. هذا الموضوع اللي نتحدثوا الآن يهم كل أفراد العائلة، لكن بالخصوص يهم الأمهات. ما نتصورش أنه في ماشي نقول ما نتصورش، لكن أغلب العائلات الجزائرية اليوم مع التطور تاع المعيشة والتكنولوجيا عندها جهاز ميكرووند أو جهاز الميكروويف في البيت. نستعملوا بزاف هذا الجهاز، سواء باش نسخنوا الماكله ولا نسخنوا الحليب ولا باش نطبخوا في العديد من الاستعمالات. لكن هذا الجهاز الكثير يتحدث ويقول عنده فيه اضرار اذا يعني تم استخدامه بطريقه سيئه. اليوم موضوعنا حيكون حول كيفيه استعمال جهاز الميكروويف، ويحضر معنا السيد أبو الحبيب بلال مختص في معايير الجوده والنوعيه. صباح الخير بلال وشكرا على حضورك معنا. صباح الخير، نشكركم على هذه الدعوه الطيبه، ونشكر قناه الشروق اللي دخلت البيوت الجزائريه ببرامج وباقه من البرامج الجميله والرائعه. شكرا لك بلال. اليوم حندخلوا احنا بيوت الجزائريين من خلال الموضوع اللي يتعلق بسلامتهم، وهو يعني احيانا كما قلت انا في المقدمه عندنا اجهزه بزاف من بينها جهاز الميكروويف، لكن احيانا ما نعرفوش يعني كيفاش نستعملوه. انا في الحقيقه اخترت هذا الموضوع لانه المعلومات شحيحه جدا، خاصه عند ربات البيوت كما قلت. كما تعرف بأنه نحن في عصر السرعة، وهذا عصر السرعة لازم لنا تجهيزات ومعدات اللي تسهل علينا الأشغال اليومية والتعاملات تاعنا اليومية. جهاز الميكرووند كما تعرف أخي فاتح أنه أغلب الاختراعات كانت عن طريق الصدفة أحيانا، أو أنه تبحث على أمر وفي الأخير تلقى روحك اكتشفت شيء آخر. جهاز الميكرووند كان اكتشافه في سنة 1945 من طرف باحث كان يبحث في مجال الرادارات، وهو يقوم بالتجارب هذيك في مجال الرادار. كان واضع حبة شوكولاتة في الجيب تاعه، دابت له الشوكولاتة. نعم، دابت الشوكولاتة رغم أنه الظروف المحيطة درجة حرارة المكان اللي فيها المختبر كانت منخفضة، فذابت. فطرح تساؤلات كيفاش حتى ذابت هذه الشوكولاتة. فشك بأنه التجربة اللي قوم بها في المخبر هي كانت سبب هذا الذوبان. فحب يتأكد وضع حبات تاع مايز ذرة في ذاك المكان، فاصبحت فاز بوشار ولا فوشار ولا المايز، فاصبحت مايز. هذه تأكد بأنه هذا فطور هذيك البحوث وتم إصدار أول جهاز ميكرووند كان اسمه رانجينغ في سنة 1947، يعني بعد سنتين. كان حجمه كبير حوالي 340 كيلوغرام، والطول تاعو تقريبا أكثر منك شوية، متر و80. طويل عليك شوية، متر و80. لكن الحمد لله بعد تطورت الأمور وأصبح وجديد وصغير. والدراسات تقول بأنه حوالي من 60 إلى 90% من البيوت الأمريكية في السبعينات، الآن أكيد أنها زادت، تحتوي على جهاز ميكرووند. وتقول آخر الدراسات أنه وصلت نسبة 90% في البيوت الأمريكية اللي يحتوي على جهاز ميكرووند. وفي الجزائر شحال تقريبا؟ نعم، في الجزائر هي نسبة تتراوح بين 50 40، لكن ما كانش نسبة دقيقة اللي تحكي على، لأنه ما كانش إحصائيات دقيقة في هذا المجال، ولكن استعمال تاعو راه يتزايد، خاصة كما قلت أنه يختصر الوقت في الطبخ. حتى ماشي فقط في البيوت أو الاستعمال تاع الميكرووند، حتى في المطاعم يعني تروح باش تطلب هو يوجد ما قبل، ومن بعد كي تلحق راح يسخنها تاخذها انتيا واجده. بصح كاين ناس ما يحبوش. يعني انا عندي افراد في العائله يقول لك لا ما تسخنليش في الميكرووند يا خويا، سخن لي في الطنجره. نعم، هذا فوق النار العاديه. تخوف، لانه الاسم تاعو كما نعرف هو ميكرووند، اذا موجات قصيره. الناس عندها دائما تخوف من شيء اسمه موجات واشعاعات، وكما نعرف بانه مبدا عمل جهاز الميكرووند هو تحويل الطاقه الكهربائيه عن طريق انبوب فراغي الكترومغناطيسي يقوم باصدار اشعاعات على شكل ذبذبات قصيره وعاليه التردد. هذه الذبذبات لما تخترق جزيئات الطعام، خاصه الجزيئات الماء، لما تخترق كما نشوفوا في الصوره، نعم، جزيئات الطعام تتحرك. هذيك جزيئات الماء تتحرك بدرجه توصل الى حوالي 2450 دوره في الثانيه. هذا الاحتكاك الكبير والحركه الكبيره راح تولد لنا طاقه وحراره، وبالتالي يسخن الطعام. نعم، هذه الايجابيه تاعو انه مختصر للوقت، حوالي 20 30 ثانيه الى دقيقه يمكن انها تسخن الطعام. لكن هل هو صحي ام لا؟ هل يعني الماكله اللي تسخنها في الميكرووند صحيه ولا لا؟ نعم، كاين في الحقيقه عده دراسات اللي طرقت لهذا الامر، لانه ليس بالامر الهين انه نوضعوا لدى المستهلكين اجهزه وتقدر تشكل خطر على صحتهم.
لكن ربما الاستعمال الخاطئ للجهاز يخليك يعني نعم هذا هو بيت القصيد. الاستعمال الخاطئ وسوء الاستعمال والتعامل معه هو اللي ممكن يسبب لنا خطر، خاصة إذا تعلق الأمر بسلامة الجهاز، خاصة عملية العزل، لأنه عند استعمالنا إلى جهاز الميكرووند الطعام راح يسخن عن طريق موجات. هذيك الموجات الدراسات الحديثة تؤكد بأن هذه الموجات راح تزول بمجرد إطفاء الجهاز، معناها ما كانش موجات وما تبقاش إشعاعات ولا موجات في الطعام. ولكن في حال استعمالنا يعني أثناء الاستعمال تاع الجهاز ثم يكمل الخطر، يعني لما نكون نستعمله إذا كان الجهاز غير مراقب وغير سليم فهنا راح يمكن أنه تصدر الموجات والذبذبات، وكما تعرف بأن جسمنا يحتوي على العديد من الأعضاء الحساسة اللي تقدر تتأثر بتلك الموجات. على هذا ينصح الخبراء والمختصين أنه إذا شكينا ولا من الأحسن أننا باش نتجنبوا تلك الموجات نبتعد حوالي 1.5 متر على الجهاز أثناء التشغيل تاعو. 1.5 متر يعني بعد نعم تكون مسافة آمنة أثناء التشغيل تاعو. إذا شكينا بأن الجهاز قديم أو كذا على هذا الصيانة تاعو. ثاني كبالك ربما ديفو أنا حتى في الجهاز عندي في الدار يعني غير تحط الماكينة شو تسمع يعني شو الذبذبة هكذا. نعم هذيك راجعة لنوعية الجهاز. على هذا ننصح المشاهدين الأكارم اقتناء أجهزة من علامات مشهورة وعالمية وعندها سمعة في هذا المجال. نعم. أيضا كاين فيه نقطة إنه الناس ما تعرفش وشنو الحاجة اللي نقدر نسخنها في الميكرووند وشنو الحاجة اللي ما نقدرش نسخنها وفاش نسخن، يعني اسكو نسخن في الباطة تاع البلاستيك نعم. ولا نسخن في طبسي تاع الزجاج. سؤال جميل جدا أخي فاتح، لأنه كما قلنا أنه مصدر الخطأ هو سوء الاستعمال والتعامل مع هذه الأجهزة. من الأحسن أنه الأواني اللي نسخن فيها تكون مخصصة للميكرووند. إذا استعملنا من الأحسن أن نستعمل أواني زجاجية أو من السيراميك، هذه هي الأحسن، ونبتعد تماما على الأواني المعدنية. أما في خصوص البلاستيك وهذا اللي فيه شوية خطر، أنه البلاستيك يتفاعل كثيرا خاصة مع الأطباق الدهنية والمواد الدهنية، راح يصير معها تفاعلات تقدر تأثر على الجسم. على هذا يجب أن نختار بلاستيك مخصص للميكرووند ونلقاوها في العلب. نعم مايكروويف، نعم ومخصص لكن رغم ذلك تبقى مشكوكة. نعم هذا بعض المنتوجات اللي تأتي من الدول الصينية لا داعي لذكر اسمها، هذه المنتوجات فقط هي للإشهار مخصص للميكرووند ولكنها ماهيش ملتزمة بمعايير السلامة. احنا في الجزائر ما عندناش مخبر تاع المواد الصناعية، يعني ما نقدروش نعرفوا. عندنا احنا في الحقيقة كاين مخبر موجود في قسنطينة تابع للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، موجود في قسنطينة يقوم بمراقبة هذا. لكنهم كانوا يتحدثوا على مخبر في عين الله. نعم يعني مخبر كبير. نعم في سيدي عبد الله. هو قيد طور الإنجاز ويحتوي على تجهيزات حساسة ممكن أنها تفي بالغرض، لكن كما تعرف بأنه استعماله في تزايد وراح يغزو كامل البيوت. كيفاش راح نقدروا نعرف الانسان البسيط في بيته بانه هذا الجهاز فيه تسرب ولا ما فيهش تسرب، ولما تاخذوا عند واحد يصلح ربما ايضا النقطه تاع واش نقدر نسخن فيه واش ما نقدرش نسخن نعم فيه. في الحقيقه هو انه يمكن انه تسخن فيه كل حاجه، طيب فيه اي شيء، ولكن من الاحسن انه الاشياء اللي يكون ليست صلبه، ومن الأحسن أنه نخلوا الأشياء اللي تكون مجمدة نخلوها تذوب خارج الميكرووند ثم نوضعها باش ما إذا كانت فيه أوبسيون تاع يعني نعم حتى ولا كانت فيه هذيك، لأنه احنا نحاولوا نجنبوا قدر المستطاع أن نخلوا الأكل تاعنا فيه لمدة طويلة، معناها كل ما نقعد يعني واحد يدير 30 40 ثانية دقيقة تكفي نعم للتسخين، ونتجنب استعماله للطبخ، لانه مازال دراسات ما زالت في هذا ما فصلتش. علاش؟ على خاطر هما راحوا الى ابعد من هذا، الى تاثيرها على الجينات اللي موجوده في الاكل، وهذه الامور تاع الجينات ما تظهرش اعراضها يعني تحتاج الى سنوات ممكن الى تفقد. كاين اللي يقول لك انه كي نسخن في الميكرووند وكي نسخن في الفرن العادي يعني البنه تاع الفرن تكون احسن. نعم لانه كما تلاحظ حتى في اللحم لما نشويه ولا نوضعه في النار يتبدل اللون تاعو يصبح بني، ولكن هذا الشيء ما نلقاهش في الميكرووند. وايضا السلبيه اللي كاين فيه انه في النار تقدر تقتل الجراثيم، هذه المعلومه يعرفوها كامل ربات البيوت، ولكن الفتره القليله اللي في الميكرووند ما تكفيش باش تقتل الجراثيم، على هذا تقدر تضر البكتيريا يعني. نعم على هذا تقدر تاثر سلبا على صحه المستهلك. في الختام بلال نحكي ربما نصائح عامه وارشادات للمواطنين هكا باش يعرفوا كيفاش يتاكدوا من سلامه الجهاز وين يحطوه المكان اللي يحطوه. نعم شوف من الاحسن كما قلت نخلوه في مكان بعيد على الاطفال،
يكون في مكان عالي وين ما يقدرش يوصلوا ليه. عند اختيارنا للجهاز من الأحسن نختاروا جهاز اللي فيه قرص دوار وتكون الحجرة تاعو كبيرة باش تزيد في الفعالية تاعو. أيضا لازم المراقبة الدورية ليه، وخاصة الباب والعازل هذاك اللي موجود فيه، ولازم نتأكد من أنه ما فيش إشعاعات. صحيح كما قلت بأنه لازم مخابر كبيرة اللي تقدر وفيها أجهزة حساسة اللي تقدر تكشف تسرب الإشعاعات، ولكن هناك طالبة أمريكية اكتشفت واحد الأمر بسيط جدا تقدر تجربها أخي فاتح في المنزل، هو أنك توضع جهاز الهاتف تاعك داخل الميكرووند. المبدأ العمل تاع الميكرووند هو فاراداي كيج، يعني قفص فاراداي، يعني يعزل الوسط الداخلي من جميع الموجات الموجودة في الخارج. إذا كان الجهاز سليم لما تتصل ما تحكمش، أنت ما تقدرش تتصل مع الهاتف اللي حتى هو راه مشعول داخل الجهاز. بصح لا أسكن شعله. لا خليه شاعل بصح ما تديروش يسخن. لا اسمه او شاعل ونحط تليفون بلا ما تدور بلا ما تخليه باش ما تحرقوش. تحرق التليفون نعم. هنا إذا ما حكمتش عارف بأنه راه كما نقولوا معزول تماما وما فيش تسربات عفوا. نعم. لكن لا عيط وحوص معنا اديه للمختصين للمصلح. نشكرك كثير بلال على كل هذه النصائح. نتمنى نستضيفوك في اعداد مقبله باش نحكي حول نصائح اللي متعلقه باجهزه جديده واجراءات جديده. شكرا جزيلا لك. ان شاء الله انتم الساده المشاهدين كنتوا استفدتوا معنا في فقره المستهلك لنهار اليوم، ودائما سلامتكم وصحتكم امر يهمنا، واذا كان يعني ماشي لازم واحد يسخن حاجه في الميكرووند، ماشي لازم يعني نسخنه عادي في الطابونه ولا في الفرن ولا في اي شيء. متواصلين معكم في الشروق مورنينغ، بعد قليل رح نحكي حول الجمعيه الرياضيه او النادي الرياضي الهاوي لبلديه باب الزوار. هذا النادي اللي يقوم بالعديد من النشاطات والعديد من الرياضات حنتعرفوا عليها مع رئيس النادي السيد ورنوغي محمد الطاهر بعد الفاصل. ابقوا معنا.